فيروس ايه وكورونا ايه وبتاع ايه يابا؟ المستخبي واللي جاي افظع بمراحل. وعلى راي المثل اللي بيقول لك يا ما تحت السواهي دواهي، انا بقى بقول لك يا ما تحت التلج فيروسات. لا وايه، لا تقول لي لا كورونا ولا زعبلونه، الفيروسات دي خطره خطره. يعني اكتر من غسان مطر. خليني اقول لك ان كورونا دي لو قارنوها بالفيروسات اللي لقوها تحت التلج هيبقى كأنك بتقارن جاكي شان بزكي شان. خليني احكي لك القصه. في جليد الاسكا سنه 1977، بما ان التلج بيسيح بسبب الاحتباس الحراري، لقوا جثه انثى مدفونه تحت التلج. بس ما لقوهاش لوحدها، لقوا جينات عيله H1N1 ودي عيله الانفلونزا. ولقوا ان الجينات دي هي اللي سببت فيروس 1918 اللي هو مين؟ الانفلونزا الاسبانيه. ولو ما تعرفش ايه دي، فده فيروس كان موجود ايام الحرب العالميه الاولى. وقبل ما اقول لك عدد ضحاياه، خليني الاول اقول لك عدد ضحايا كوفيد 19 اللي هو كورونا فيروس. وبالمناسبه كورونا ده اسم العيله مش اسم الفيروس. المهم ان كورونا كانت ضحاياها حوالي 17 مليون من 8 مليار على مستوى العالم. تعال بقى شوف الانفلونزا الاسبانيه اللي قتلت من 50 ل 100 مليون بني ادم، لا ومن 2 مليار بس. يعني انت متخيل الفرق؟ فتخيل بقى لما فيروس زي ده يفوق لنا تاني. قول على نفسك يا رحمن يا رحيم. ده استنى بقى، خد لك شويه بهارات كمان. شايف الفيروس ده؟ اكيد ما لقاهوش هو بس، ده اكتشفوا 33 فيروس مدفون من ملايين السنين، ومنهم 28 لا العلماء ولا الحكماء ولا الفهماء يفقهون عنها شيئا. يعني جديده نوفي. اتخضيت صح؟ يا عم صدقني اتخضيت. عليا الطريق بالثلاثة انت اتخضيت يا حاج كامل. استنى بقى اخدك اكتر واقول لك ان الفيروسات دي خامده ومدفونه في التلج، بس العلماء لما اكتشفوها صحوها. يلا 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 نهار ابيض يلا نهار ابيض. يعني انا بتخيل فيروس نايم ومدفون تحت التلج بقاله مليون سنه، ويصحى طبعا هتلاقيه متحمس وعايز يطلع. طلعوني. فيقوم اول ما يشوف محمد رمضان بيغني للفيروسات اللي زيه كده، يا عيني هتلاقيه اتخض وبيقول لك دخلوني. وخلي بالك ده في موعظه مهمه من الموضوع ده. يعني فيروس نايم وفي حاله بقاله مليون سنه، فيقوم البشر مصحيينه ومفرهدينه، فعايزهم يسيبوك في حالك، ده انت غلبان قوي. وهنا نيجي لخطوره الفيروسات دي. ومش بس كده، هنتكلم عن نوع منها بشكل مفصل، وهنعرف ليه بيصحوهم. كل ده وشويه بهارات كمان في الجزء الثاني من الفيديو ده. ولحد ما ينزل لك الجزء الثاني، لو جديده قول جديده، ولو قديمه ادي الابديت. وافتكر ان كيرلو جناوي يخلي العلم في القهاوي.